الحمد لله قدر ولطف كابتن اسامه نبيه، والحمد لله وصلنا لكاس العالم. مصر وغانا في بطوله افريقيا تحت 20 عام، ونتعادل 2-2 ونكسب ضربات جزاء، نوصل لقبل النهائي كاس افريقيا، وكمان رسميا وصلنا كاس العالم. احنا ما بنلعبش كوره ولا بنعمل اي حاجه، واستحواذ 80% للي قدامك، ولكن الحمد لله عندنا بركه يا عم الحاج. بدانا اللقاء في اول نص ساعه سجلنا هدفين، واحد في الدقيقه 19 وواحد في الدقيقه 27، والهدفين للاعب منتخب مصر ولاعب الاتحاد السكندري مؤمن شريف، والاثنين يا مؤمن نسخه من بعض. الاولى غلطه من حارس المرمى تنزل قدام اللاعب يسجلها هدف، والثانيه غلطه من حارس المرمى والدفاع ياخدها ويسجل هدف. قلنا بس خلاص فرجت يا عم اسامه نبيه وهنلعب، لكن غانا تمسك علينا كره. وفي الدقيقه الاولى في الوقت بدل الضيع من الشوط الاولاني، عبد المنعم تامر راقص الباليه بيمارس هوايته في التنوره فيتسجل فيها هدف من نص الملعب. والشوط الثاني كامل لمنتخب غانا، ولكن حكمت اللقاء تدي 10 دقائق وقت بدل الضيع، وتيجي في الدقيقه 6 تحسب ضربه جزاء على سيف سفاجه لاعب منتخب مصر، تدخل غشيم جدا. وتتلعب الكره في الدقيقه 11 في الوقت بدل الضيع من الشوط الثاني، ويتسجل فينا هدف. نروح لشوط ثالث ورابع مفيش اي حاجه غير طرد للاعب منتخب غانا في الشوط الرابع. وقبل ما نروح لضربات الجزاء الكابتن اسامه نبيه يعمل التغييره اللولبيه ويخرج حارس المرمى عبد المنعم تامر اخيرا، ويلعب مكانه حارس الاتحاد المنشاوي. ينزل المنشاوي اللي كان على المكسب ناوي ويصد تاني ضربه جزاء، وباقي الضربات كلها تتسجل. والاهم عندنا ان لاعبتنا كلهم سجلوا، عابدين وكباكا وسيف سفاجه ومحمد رأفت، وكمان اخر واحد بقى عبد الله بستنجي. مبروك للكابتن اسامه نبيه. نتمنى نشوف كوره حتى لو اسمها كوره، لكن اكيد انكتب لك عمر جديد ومعاك وقت كبير مع المنتخب ده تفكر بعد كده. الماتش اللي جاي هنلاعب نيجيريا في قبل النهائي، ويا رب نكسب ونوصل للنهائي.